ليفربول يا جماعة والله فريق محبط في تشجيعه. تقدر كمان تقول السيتي قادم وشكله هو اللي هياخد الدوري. الارسنال عمال ينقط وعمال يخسر في نقاط كل مباراة، وتشيلسي خلاص بيساعدهم خلاص عشان يوصلوا اللي هم اللي عايزينه. دي تداعيات الجولة ال 15 من الدوري الانجليزي، ولسه في انتظار مباراة مانشستر يونايتد. النهارده ارن سلوت مدرب ليفربول كرهنا في تشجيع ليفربول، ما زال مصر على فيرجيل فان دايك في الدفاع، والدفاع بتاع ليفربول خلاص اصبح شوربه. يكفي ان انا اقول لك ليفربول في 15 مباراه دخل مرماه 24 هدف وسجل 24 هدف، ولسه فاضل 23 مباراه قادمه حتى نهايه الدوري الانجليزي. مصر كمان النهارده انك بتلعب من غير محمد صلاح للمباراه الثالثه على التوالي. نزلته بس الشوط الثاني في المباراه السابقه، اديها كرة القدم عقبتك امام ليدز يونايتد بعد ما تيكيتي جاب جولين في دقيقتين. خلاص رجعت الكرة عقبتك واتعادلوا معاك، وبعد كده سوبوسلاي جاب الثالث، وبعد كده اطلق اللاعب الياباني رصاصة الرحمة في الدقيقة 96. عايز اقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا النهارده بنتفرج على مباراة ليفربول ومستنيين محمد صلاح يلعب في المباراة، ومستنيين تداعيات المشكلة اللي هتدور ما بين محمد صلاح وارن سلوت. محمد صلاح على طول بيقبل التحدي للمباراة الثالثة على التوالي. ارن سلوت حاطط محمد صلاح في دماغه ليه؟ طب ما تبص على الدفاع. فيرجيل فان دايك المفروض يريح شوية. دفاع ليفربول يا جماعة السنة دي شوربة، ما بيقدمش اللي عليه. ليفربول في الملعب بيلف حوالين نفسه كورة عرضية بدون إيجابية على المرمى. المدرب فقط تركيزه. النهارده ما صدقنا تشيلسي تعادل مع بورموث 0-0، وارسنال اتغلب من استون فيلا في مباراه قويه جدا، والسيتي كسب 3-0. قلنا ليفربول هيوصل من 22 بونت ل 25 بونت وهيقرب وهيشتبك في الدوري، لكن ليفربول على طول المفاجآت شغاله، وخصوصا مع الفرق المتوسطه والصغيره في الدوري الانجليزي. من ساعه واحنا بنتابع ليفربول بيقتل لك الامل في المباراه اللي انت هتقول هيعمل فيها ابداع. بيلعب في المباريات الكبرى، لكن امام الفرق المتوسطه والفرق الصغيره مفيش في الدوري الانجليزي فرق صغيره، كلها فرق بتأدي على اعلى مستوى. لكن ليفربول حاليا بيجيب لك احباط، بيكسب بالتيل على طول، بيخش بيه بالثلاث اربع اهداف. مهتم بالجانب الهجومي والجانب الدفاعي لغيه خالص. دفاع ليفربول اصبح مخترق من كل الفرق. ليفربول بيأدي موسم من اسوأ مواسمه حتى الان من خلال النتائج ومن خلال الكلين شيت ومن خلال المباريات. وآن الأوان إن صلاح يقود ليفربول. خلاص مستني إيه أرن سلوت؟ المفروض أرن سلوت كفاية على كده، عاوزين دم جديد. اللعيبة بدأت تكره ارن سلوت، ما بقيش في دايره حب ما بينهم وبين بعض. لكن المباراه الاجمل والمباراه الامتع كانت مباراه استون فيلا وارسنال لحد الدقيقه 96 يا جماعه. ما تعرفش مين هيكسب مين. استون فيلا اللي بدا الشوط الاول بهجوم جامد على ارسنال وقدر يسجل هدف، ثم عاد ارسنال وتعادل، والمباراه كانت رايحه جايه. بس مين اللي كان مبدع في المباراه؟ حارسي المرمى، حارس مرمى ارسنال وحارس مرمى استون فيلا هم اللي عملوا. مارتينيز عمل مباراه قويه جدا جدا في حراسه المرمى وصد اكتر من انفرادين، وكذلك الامر حارس مرمى استون فيلا برضه اللي ضيع على ارسنال كذا هجمه واعده، وكانت هجمات مهمه. لكن كانت مباراه رايحه جايه. وعايز اقول كله شغال لحساب السيتي، كله عايز السيتي ياخد الدوري. الارسنال يتعثر، تشيلسي يتعادل، ليفربول يتعادل. خلاص السيتي اصبح 31 بونت فارق بينه وبين ارسنال 2 بونت. خلاص بيلاحق ارسنال خطوه بخطوه نادي السيتي، والمباريات ممتعه وما تعرفش الدوري رايح فين. لكن عاده السيتي لما بيفوق ما بيرجعش تاني. كانت مباراه قويه النهارده، مباريات قويه في الدوري الانجليزي. استمتعنا كلنا، زعلنا على ليفربول لكن استمتعنا بمباراه استون فيلا ومباراه ارسنال ومباراه السيتي كالعاده اللي بيخلص الموضوع بدري. بس الحاجه الحلوه ان هالاند النهارده
ما جابش جوان، السيتي خلاص بيتقدم خطوه بخطوه، ليفربول بينزل درجه بدرجه، ارسنال بيفك ايديه بيقول لك شكل انا مش عايز الدوري. مباريات كانت قويه، لسه في انتظار مباراة المان يونايتد يوم الاثنين القادم، بس وضع ليفربول يصعب على الكافر. ليفربول اصبح زي القربة المخرومة بتخر كل دقيقة. هل رأيك محمد صلاح المباراة القادمة هيبدأ أساسي ولا أرن سلوت هيكون له رأي تاني؟ عايز أسمع رأيك في الكومنتات. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، سلام عليكم.